مساء الخير. يلا بينا نعمل العظمة اللي قدامنا دي. ده عبارة عن طاجن سي فود على وشه جبن، حاجة كده طعمه وريحة خيال، زي ما بناكله بالظبط في محلات السمك. يلا نعمله في أقل من تلت ساعة وطعم تحفة، أظن باين. يلا بينا نخش على المقادير على طول. اول حاجه هبدا اسلق المكرونه بنسبه 80% فيتوتشيني بقى سباكيتي الموجود عندك. بعد كده السي فود المتاح عندك ده جمبري على صبيط على كاليماري، هتبله بنص معلقه من الثوم، رشه كمون وعصره ليمون وملح، هركنه على جنب. هجيب الحله بتاعتي احط فيها مكعبين من الزبده. بعد كده هنزل بمعلقه من الثوم، اول ما الثوم يبدا يصفر واشم ريحته معايا هنزل بقى ايه بالسي فود اللي انا متبلاه على جنب، كمون ملح توم ليمون، مش اكتر من كده. هيبدأ بقى ايه اديله تقليبه كده. طبعا معايا هنا صابع الكابوريا مش هنزل بيها دلوقتي عشان ما تتهريش، واوعي تغلطي الغلطه دي. تمام، هشوح الكلام الجميل ده بقى كله مع بعضه كده مع الثوم والزبده، وبعدين انزل بمعلقه كبيره من الشبت والبقدونس، وبعد كده فلفل، ويا سلام لو فلفل الوان. تمام، هنزل بقى بكوبايتين من كريمة الطهي وكوباية من مية سلق المكرونة. ما ترميهاش، قبل ما ترميها خدي منها كوباية عشان بتدي طعم حلو قوي للمكرونة. وده الوقت اللي اقدر انزل فيه بصوابع الكابوريا. المكرونة بتاعتي اللي سلقتها بنسبة 80%، يعني لسه فيها نسبة سوا. تمام، هحط الكلام الجميل ده كله مع بعضه، هقلبه كويس قوي مع الكريمة وهخليهم يتجانسوا مع بعض. هتاخد غلوتين 3، واول ما احس خلاص المكرونه اتريت معايا وكل المكونات تجانست واستوت، ده اقدر اقدمها على الشكل ده. دي كده مكرونه وايت صوص جميله جدا زي ما بناكلها في المطاعم. اما حابه بقى تعملي التركه الاخيره اللي هي تحطيها في الفرن وتحطي عليها الجبن، انا بفضل الحركه دي جدا، بفضل الخطوه دي قوي. اجي بقى الطاجن بتاعي المتاح عندي انزل فيه بكميه المكرونه والجمبري اللي انا عملتها، يعني انزل الحله كلها. وبعدين اجي بقى ايه على الوش كده احط جبن الموجود عندك بقى، موتزاريلا رومي شيدر. تعملي ميكس جميل من الكلام ده كله وتدخليها الفرن 5 دقايق من تحت، وبعد كده الشواية لحد ما يحمر وشها بالشكل ده. وكده يبقى جاهز معاكي اجمد طاجن مكرونة سي فود. مش قادرة بجد اوصف طعمه وريحته، كان خطير. اظن الصورة شارحة نفسها. اتمنى تجربوه وما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، واتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.